السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم حنشتغل مع بعض وصفة مميزة جدا وبنفس الوقت طعمها روعة. سوفليه البطاطا، قوامها تحفة. عبارة عن طبقتين من البطاطا المسلوقة وبينهم إما دجاج أو لحمة كفتة حسب ما بتحبي. خلينا نبدأ مع بعض. بسم الله. بحتاج لبطاطا مغسولة، بدي أقطعها وأسلقها. بحطها في طنجرة، بحط لها روزماري فريش، هيل وورق غار، وبسلقها تقريبا بدها من 30 ل 40 دقيقة. الحشوة عبارة عن بصل مقطع وصدر دجاج مقطع، فليفلة وبقدونس. بقليها على النار، بضيف شوية زيت، وبضيف البصل وبقلبه لحتى يدبل. بضيف قطع الدجاج، طبعا الدجاج أنا قبل غسلاه بخل وطحين ومية ومصفياه، وبقلبهم. البهارات اللي بدي أضيفها بابريكا، أوريجانو، بهارات الدجاج، فلفل أسود، وملح. بقلبهم. بضيف الفليفلة، طبعا إذا عندك ألوان أحلى بكون. بطفي النار وبضيف البقدونس، وضفت كمان معلقتين من الجبنة الكريمية. الآن بدي أهرس البطاطا وأضيف لها هذه المكونات، حتكون مكتوبة بجنب الشاشة، إما صور كريم أو لبن عالي الدسم أو كريم الطبخ زي ما بتحبي، مع بيض وزبدة، فلفل أسود، أوريجانو، وبيكنج باودر. طبعا منساش الملح. بخلطهم مع بعض. بدي اجيب الصحن بده يدخل الفرن، بدهنه بزبدة، وبرش في القاع بقسماط او كعك مطحون. بحط طبقة من البطاطا، عشان افردها منيح بايدي بشوية مية وبفردها. بضيف الآن الحشوة، وبرجع بحط طبقة تانية من البطاطا، وبالمية بفردها بشكل منيح. الآن على الوجه بدي أرش كمان مرة بقسماط. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، تقريبا بدها من 30 ل 40 دقيقة. وصفة تحفة. حياكم الله.